الزمالك طبعا في بدايه الموسم يا جماعه وخلاص، دوري ابطال افريقيا والدوري، وطبعا ايقاف القيد واللعيبه اللي مشيت وبزير هيمشي ولا لا. انا باجي الاداره، السؤال هي الاداره دي ما عندهاش تخطيط لقدام. انت نهايه الموسم عارف ان انت عندك مشاكل ماليه وقضايا ماليه وحلتها، لكن انت عارف عندك لعيبه هتمشي ولا لا، هتسوقها هتبيعها ولا لا. حسام عبد المجيد مشي، هل انت وفرت بديل؟ ممكن تقول في بديل؟ هل انت بزيرة لو بقى عايز تبيعه ليه من بدري ما طلعتش وقلت وخلصت المشاكل؟ لكن مش على بدايه الموسم يا جماعه تبقى. فانا بقول الاداره فعلا بتتخبط بشكل كبير جدا، لكن كلنا ثقه ان شاء الله يا رب الفتره اللي جايه نشوف الزمالك راجع، نشوف شخصيه نادي الزمالك. ايقاف القيد ده بقى عايزين نشوف حل له، نشوف صفقات تليق باسمي. انا عارف ان في صفقات تمت، بس انا ما بحبش اطلع ماليش فيها، لان اطلع اقول لك بوم وصفقات. انا طالما ما تمش الاعلان الرسمي ما بتكلمش، لكن انا بقول لازم يكون في تخطيط اكتر من كده. لازم يكون في يا جماعه، انت نادي الزمالك نادي كبير جدا، نادي عنده شعبيه طاغيه في العالم كله، فما اعتقدش ان الاداره دي المفروض يبقى عندها يعني شركه الكوره والتسويق والملايين في فلوس، لكن الاداره نفسها اداره الفلوس وازاي تدير الكوره. نتمنى التوفيق للزمالك.